ضربنا هاي في هاي طلعت لنا 12 وهاي زائد هاي. رغم أنه لم يتخطى العاشرة من عمره، لكن عليا يمتلك موهبة منحته القدرة على حل مسائل ومعادلات معقدة في مجال الرياضيات، ولم يكتفي بالقدر هذا فحسب، بل أنه نجح في التوصل إلى اكتشاف آلية مبسطة للتوصل إلى ناتج جدول الضرب وأرقامه الكبيرة عن طريق اليدين وبخطوة واحدة فقط. أنا شلون حبيت الرياضيات من كنت صغير، كانوا يدرسون إخواني بالرياضيات كنت أقعد يمهم هيجي أنا ما كنت أدرب أروح على ذيك الشغلات وصارت هيجي. من الشغلات اللي عرفها قال جدول الضرب مثلا يقول إذا 7 في 9، بدل ما يحفظه هو ما يحفظ، فالسبعة هاي 6 7 هاي السبعة والتسعة هاي يطبقهم اثنين الفوق المطبوقات 3 في 1 3 في 1 تصير 3، وجوز ان ايش قد عددهم عشرات 60 63 بدون ان يحفظ. 24. علي يطمح أن تعتمد وزارة التربية في العراق طريقته المبسطة في مناهج الرياضيات للمراحل الابتدائية لمساعدة أقرانه التلاميذ في احتساب الأرقام الكبيرة من خلال عمليات الضرب أو القسمة أو الجمع بطريقة سريعة. هم قاعد يستعملون المنهج القديم، أنا ليش ما يستعملون هذا المنهج البسيط؟ مثلا جدول 9 إلى قاعدة، خاصية القسمة على 9 مثلا يعني 9 في 2 18 8 1 9 يقبل القسمة على 9 مضاعفات 9 كلها شيء مجموعها 9. وعلى خلاف من هم في عمر علي، فإن هوايته المفضلة هي البحث في الأرقام المعقدة وإيجاد الناتج لها، سيما فيما يعرف بالمربع السحري الذي يتطلب ذهنية عالية وذكاء واسعا في علوم الرياضيات. المربع السحري يسمونه بالمجلات قبل موجود 3 في 3 مربع صغير توجد الناتج 15 في 15 كله 15 افقي عمودي قطري اكو مربع صغير، هو كبره سواء 5 في 5 وسواء 7 في 7 وسواء حتى 11 في 11 اللي 11 في 11 يطلع 121 رقم، يعني حط الارقام من 1 الى 121 بحيث تجمعهم طول عرض قطر نفس الناتج يطلع. اذا ضربت 3 ثلاثات. وللتأكد من ذكاء علي وموهبته في علوم الرياضيات، فقد أخضع لاختبار علمي أجري له من قبل المشرفين على مدارس الموهوبين في العراق، وقد تأكد لهم بأنه يمتلك إمكانيات مع صغر سنه. طفل علي ما اكتفينا بالشيء اللي عرض لنا اياه، هو حاولنا نقصه وندخل داخل أعماقه حتى نعرف هل هو فعلا يمتلك معلومة حقيقية كاختبار أولي أنه فعلا يمتلك الكفاءة ويمتلك القدرة الغير عادية على التعاطي بمادة الرياضيات. عرفت البصرة منذ القدم بالفن والشعر والأدب، وربما سيضيف لها علي اسما في مجال علوم الرياضيات. من ثانوية الموهوبين في البصرة، سعد قصي، الحرة.